في اغنيه كانت زمان كنا بنسمعها واحنا صغيرين، كانت بتقول تملي الصبح بدري، اخرج في الصبح واجري، اجمل هوا يدخل صدري ولسه في ناس نايمين. يا ترى ليه الهوا بتاع الفجر هو تقريبا من انقى الهوا اللي احنا ممكن نشمه على مدار اليوم، وبيبقى فيه حاجه منعشه كده ممكن ان احنا نحس بيها لما بننزل مثلا الصبح بدري؟ ليه؟ لان هو بيبقى فيه غاز الاوزون. غاز الاوزون ده عباره عن غاز ثلاثي الاكسجين. هو بيبقى عباره عن الاكسجين اللي موجود في الهواء الجوي متفاعل مع الاشعه الفوق بنفسجيه اللي جايه من الشمس. علشان كده وقت الفجر هو اكتر وقت بيدخل فيه كميه اكسجين لرئه الانسان، لانه بيبقى موجود فيه الاكسجين الثلاثي زي ما قلنا اللي هو الاوزون، اللي بيكون الاكسجين نفسه متفاعل مع جزيئات الاكسجين اللي موجوده في الهواء حوالينا او في الغلاف الجوي. بتبتدي نسبه الاكسجين دي تقل تدريجيا بطلوع الشمس. يعني في الاول خالص وقت الفجر بيبقى الشمس مش موجوده، لسه ما حصلش الشروق، بتبقى اعلى نسبه لوجود غاز الاكسجين في الهواء الجوي حوالينا. تدريجيا بتبتدي الشمس انها تطلع، اشعه الشمس دي بتقلل غاز الاوزون، لان الغاز الاوزون ده اصلا بيكون موجود في طبقات الجو العليا. لكن في وقت الفجر بيبتدي ان هو غاز الاوزون ده ينزل لسطح الارض، واول ما تبتدي الشمس تشرق غاز الاوزون ان هو يرجع تاني لطبقات الجو العليا في الغلاف الجوي، في طبقات الجو العليا فوق، فيبتدي ان هو تدريجيا يقل لحد ما تشرق الشمس.